ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنت منزل في الفيديو، كان في حد كتب لي في الفيديو اللي هو عن العادة السرية او الماستر بيت يعني. بيقول لي ليه بعد ما ببطل العادة، يعني العادة السرية او الماستر بيت او ضرب العشرة، بيجي لي اكتئاب. فالموضوع يعني بسهولة، موضوع سهل جدا. بمعنى انت العادة السرية او ضرب العشرة او الماستر بيت دي بتسبب لك سعادة، بتفرز لك هرمون الدوبامين اللي اسمه هرمون السعادة. تخلي اعصابك تبقى هادية، مزاجك رايق، بتاكل كويس، بتنام كويس. ده كله مع العادة اللي لما بتيجي تعمل العادة. بس هي الفكرة كلها لما تيجي تبطلها مرة واحدة، وده غلط. ليه؟ انا مع انك تبطلها مره واحده امتى؟ في حياتك انك هتتجوز، بس مش هتتجوز، اعملها كل فتره كل ما تكون انت محتاج. اي حاجه في الدنيا، خدها قاعده كده، اي حاجه في الدنيا كترها مش صح. يعني الاكل كتره مش صح، انك تاخد اي الرياضه باستمرار مش صح، يعني تفضل طول اليوم مثلا تعمل رياضه، ده مش صح. يعني من الاخر كل حاجه نسبه وتناسب، اعملها وقت ما تكون ما انت محتاجها. ليه؟ عشان خاطر ما يجيلكش اكتئاب مره واحده، لانك انت بتمنع حاجه مره واحده، حتى بتلاقي الخصيتين بيجي لهم احتقان. طبعا المخ ده ما بيشتغل، بيجيب لك الارم اللي هو ايه، طب ما احنا كنا بنعمل ايه اللي حصل؟ فاهم؟ اصل جسمك بيبتدي يكون حاجات منويه، فانت ما بتخرجهاش، فيبتدي يكون يكون يكون. فده عشان كده بيجي لك اكتئاب. فلا، اعملها كل ما تكون محتاجها، حسب قدرتك انت وحسب انت سنك قد ايه برضه يعني. وطالما هي ما بتأثرش عليك في حاجة في حياتك، خلاص. بس يعني عود نفسك كده، مفيش حاجة ينفع تبطلها مرة واحدة، أي حاجة بتيجي تدريجيا. خليها قاعدة في حياتك. العادة السرية أو الضرب العشرة أو الماستر بيت ملهاش أي ضرر على الجسم خالص، ولا على العين ولا على الركب ولا على الجسم. بالعكس، ده مصنع شغال ما بيخلص. واللي فهمك المعلومات دي ناس جهلة، ما شافوش حاجة ولا عرفوا حاجة. حتى الدكاترة اللي بيقولوا غلط، الناس دي حرفيا ما بتفهمش حاجة في الكنافة. الناس دي دارسة وقلم بس، ورقة وقلم بس. يعني الحاجات دي هم مش حتى مش مرسوها في الطبيعة عشان يبقى فاهمين ايه اللي داير فيها. بس اشوفكم في الفيديو الجاي.